السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. فيديو جديد على قناة كروشيه ام انس. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض طريقة عمل جاكيت الفلاورز اللي احنا شايفينه ده، او جاكيت الزهور. الجاكيت ده ترندي جدا على السوشيال ميديا، وهو في الحقيقة طلب مني تنفيذه كتير جدا. حبيت اشاركه معاكم النهاردة ونشتغل مع بعض بأبسط طريقة. كنا شرحنا في الفيديو اللي فات طريقة عمل الوحدة اللي بيتكون منها الجاكيت. اشتغلنا مع بعض الفلاورز اللي هي الوردات البيضة دي، وبعدين حولناها لمربع الجراني. سايبه لكم لينك الشرح تحت في صندوق الوصف للي حابب يرجع ويشوف الفيديو. وكل تفاصيل الجاكيت والشرح بالخطوات بالتفصيل هتلاقوها في الفيديو. كمان عدد الجرامات اللي استهلكها الجاكيت هتلاقوها في الفيديو اللي جزء منها ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، وباقي التفاصيل هنتعرف عليها داخل الفيديو. تابعوني لنهاية الفيديو ان شاء الله تستفيدوا، يكون الشرح مبسط وواضح بالنسبة لكم. طول وعرض الوحدة دي، طبعا عارفين انه الوحدة دي مربعة، الطول زي العرض، ومقاس الوحدة دي بيساوي تقريبا 13 سنتي، وانا احتجت 50 وحدة بالظبط لتنفيذ الجاكيت. اتمنى منكم اللي لسه مشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبكم الجاكيت. وكمان انا هنا لما حطيت الجاكيت على الميزان وزن 826 جرام. هنبدأ دلوقتي نتعلم طريقة تشبيك الوحدات مع بعض. انا هشبك معاكم وحدتين، وبنفس الطريقة هتمشي على نفس الخطوات علشان تشبكي باقي وحدات الجاكيت بالكامل. هظبط الوحدتين كده قدام بعض. لازم يكون الكورنر ده يكون قدام الكورنر التاني، وبرضو الكورنر اللي من جهازي يكون قدام الكورنر. هبدأ تشبيك هنا من على سلسلتين الفراغ اللي انا كنت باخدهم بين الثلاث اعمدة دول والثلاث اعمدة دول. همر بالابرة من منتصف السلسلة اللي كنت باخدها، اوكي بالشكل ده. همر بالابرة كده من اعلى لاسفل. هجيب الخيط بتاعي اللي انا كنت شغالة بيه، هعمل عقدة البداية من خلف الشغل بالشكل ده، وهسحبه من الغرزة اللي انا مريت بيها في الابرة. هاخد سلسلة، وبعد كده هجيب الوحدة التانية اللي قصادها. ولازم وش الشغل يكون ليا انا والظهر في الظهر. اوكي، طبعا زوايد الخيوط اللي عندي دي كلها هننضفها في الاخر. زي ما اتفقنا انه وش الشغل ليا او وش الوحدة. بعد كده هنزل في السلسلة دي في منتصف حرف الفي كده هنا بالشكل ده. هنزل بالإبرة وهسحب خيط. لازم يكون طرف الخيط عندي ورا الإبرة كده، يعني شايفين ملاحظين طرف الخيط ورا الإبرة. هسحب خيط من هنا، وكمان هسحبه من الحلقة اللي معايا على الإبرة، وكده يبقى أنا اشتغلت غرزة منزلقة. ضروري جدا إنك تخلي الأعمدة خلف الأعمدة بالظبط، والفراغات خلف الفراغات، بحيث إنه يكون الوحدتين متطابقين لبعض بالظبط. اوكي بالشكل ده، اكنهم قطعة واحدة. لازم كل عمودين يكونوا مقابلين لنفس العمودين من الوحدة التانية. هروح على السلسلة بقى دي اللي عليها الدور. بنزل في منتصف السلسلة كده في منتصف حرف الفي بالشكل ده. بسحب خيط واطلع وبشتغل غرزة منزلقة. اوكي، بعد كده في منتصف الغرزة اللي قدامها على طول هنا بنزل اسحب خيط واطلع واشتغل غرزة منزلقة. يعني بشبك كل غرزة من كل وحدة لوحدها على حدة، يعني مش بشبك القطعتين مع بعض مرة واحدة زي ما كنت بشبك في كتير من مشاريع قبل كده. الوحدة دي هنشبكها بطريقة مختلفة شوية، بس بتبان انعم وانضف في التشبيك. هسحب غرزة من هنا واشتغل منزلقة، وانزل في الحلقة اللي قصادها على طول واشتغل منزلقة. الغرزة
اللي عليها الدور هنا اللي في الوحدة اللي قدامي دي، ضروري تنظمي شغلك كده زي ما وضحت. يبقى الدور على العمودين دول اللي ب2 لفة، هنزل في سلسلة اول عمود من الوحدة دي، وهروح على سلسلة اول عمود من الوحدة المقابلة اللي قدامها على طول، وهشتغل منزلقة. هرجع اكرر تاني العمود ده اللي عليه الدور، تاني عمود هنزل بالابرة في سلسلة تاني عمود، وكل ما تشتغلي غرزة او غرزتين اظبطي الوحدتين قصاد بعض بالظبط عشان تتأكدي ان شغلك ماشي مظبوط. وهشتغل من الجهة دي غرزة منزلقة. تمام. انا حابة بس افتح لكم الاضاءة على قد ما اقدر، لانه اللون اللي انا شغالة بيه غامق، فاتمنى انه يكون واضح في التصوير. اوكي كده باين اوضح شوية. الحلقة دي اللي عليها الدور او الغرزة دي اللي هي بتاعت العمود التاني هي اللي عليها الدور. هنزل في منتصف السلسلة كده او في منتصف حرف الفي، اسحب خيط واشتغل منزلقة. هروح على تاني عمود من الجهة المقابلة اهو زي ما احنا شايفين، انا ماشية بالدور بالترتيب، غرزة وقدامها غرزة. الغرزة اللي عليها الدور دي اللي هي غرزة العمود التاني، هنزل في منتصف الغرزة اسحب خيط واشتغل منزلقة. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه. شايفين لما اجي افرد الوحدتين لازم يكون كل اعمدة مقابلة للاعمدة اللي قدامها اللي زيها بالظبط اللي قدامها على طول من الوحدة التانية. اوكي الكورنر اللي عندي او ال3 اعمدة دول مقابلين لدول، والعمودين دول مقابلين للعمودين دول، وبنفس الطريقة هفضل اشتغل غرزة حشو غرزة منزلقة من هنا وغرزة منزلقة من هنا لحد ما يكون كل عمودين عندي متقابلين في رأس العمودين اللي قدامهم على طول بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهكمل تشبيك لنهاية الوحدة. تمام كده انتهيت من تشبيك الوحدتين بنفس الطريقة اللي وضحتها، وكمان قلت لك انه طريقة التشبيك دي هتمشي على جميع الوحدات في الجاكيت بالكامل. انا هنا جهزت جميع الوحدات الخاصة بالجاكيت علشان وقت الفيديو. طبعا هنقص بواقي الخيوط دي كلها، اطراف الخيوط هننضفها ونقصها وهيبقى الشغل معانا نظيف، بس انا حابة بس اوريكم طريقة تشبيكي. دي منطقة الظهر، عملت منطقة الظهر 4 وحدات افقي و4 رأسي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني منطقة الظهر بس هتحتاج منك 16 وحدة من الوحدات اللي احنا اشتغلناها دي مع بعض، 4 افقي و4 رأسي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ده بالنسبة لمنطقة الظهر. عندي هنا كمان قطعتين، قطعة النص اليمين وفي قطعة زيها بالظبط للنص الشمال. النص اليمين عندي 2 وحدة عرض، لازم تكون عند المنتصف بالظبط، 2 وحدة عرض و4 وحدة طول. اوكي ركزي كويس جدا معايا في عدد الوحدات علشان تعرفي زي ما وضحت في مقدمة الفيديو ان هم 50 وحدة. يبقى عندي ده النص اليمين وده النص الشمال بنفس الطريقة برضو، 2 وحدة عرض في 4 وحدة طول. يبقى المجموع 8 وحدات للنص الواحد بس. يبقى عندي هنا 8 وحدات للجانب الأيمن و8 وحدات للجانب الأيسر. اوكي بالإضافة إلى 16 وحدة للظهر. تمام بالشكل ده. طبعا لما نيجي نشبك هنقلب القطعة اللي تحت دي على منطقة الظهر، انا بس بوريها لكم بوريكم شكلها النهائي، لكن قطعة الظهر اللي تحت دي هتتقلب على منطقة الظهر اثناء التشبيك. لازم يكون الظهر مقابل للظهر والوش بس بيكون قدامي. دلوقتي هنبدأ في منطقة الأكمام. انا اشتغلت كم تمام اهو 3 وحدات في 3 وحدات، 3 في 3 يعني الكم الواحد بيحتاج مني 9 وحدات. اوكي هنشبك بقى الوحدات. هتني الكم ده كده تمام، وهيكون مكانه هنا. هحط الكورنر على الكورنر كده وهظبط القطعة بتاعتي، ومكان تشبيك الكم هيكون هنا،
وزي ما اتفقنا ان هو 3 في 3، يعني هيحتاج مني 9 وحدات مربعة، وهو ده مكان الكم. اوكي، انا بس بظبط لكم الشكل، بحاول اوصل لكم الفكرة وبظبط شكل الجاكيت قدامكم، وبعد كده هنبدأ طبعا نشبك كل قطعة على حدة. اوكي، وبرضو جهزت واشتغلت الكم التاني اللي هو عبارة عن 9 وحدات. منطقة التشبيك عندي هتكون من القطعة دي لحد نهاية الجاكيت، يعني من منطقة تحت الإبط من الكم لحد تحت الجاكيت، ونفس اللي عملته هنا برضو هعمله في الوحدة التانية. انا هنا خلاص نضفت الخيوط بتاعتي كويس وقصيتها تمام، وبقى شكل القطعة عندي نظيف خالص اهو من الامام ومن الخلف. ده خلف الشغل، توهت الخيوط بتاعتي بين الغرز وقصيتها. ده وش الشغل. هجيب قطعة الظهر دي بقى على منطقة الظهر، يعني القطعة اللي هي خاصة بالجاكيت من الظهر برضو حطيتها على منطقة الظهر تمام. ده النص الامامي بتاع الجاكيت. طبعا وش الشغل هيكون ليا، احنا خلاص بقى بنقفل الجاكيت فهنحطه على الاماكن الصحيحة بتاعته تمام. هجيب الماركر علشان ابدأ يساعدني في تشبيك القطعة، فهحاول اظبط الاطراف على بعض كده واحط الكورنر على الكورنر، وهثبت ماركر كده في الكورنر. اوكي، وانا هاخد وحدتين من تحت على الوحدتين دول، لازم يكونوا مطابقين لبعض بالظبط. فعلى منطقة وصل القطعتين هنا هجيب برضو الكورنر على الكورنر. ضروري جدا وانتي بتشبكي تراعي المقاسات حلو جدا، وتراعي الوحدات تكون فوق بعض بالظبط، بحيث انه شغلك وتشبيكك يكون نظيف تمام بالشكل ده. عندي هنا بين الوحدتين برضو منطقة الوصل دي لازم اطبقها بمنطقة وصل الوحدتين اللي قدامها بالظبط، وممكن كمان تحطي ماركر لو مش هتتلخبطي. هبدأ بقى في وصل القطعتين هشبكهم مع بعض. انا خلاص كده عرفت طريقة التشبيك، وكمان عرفنا الوحدتين المطابقين لبعض اهم قدامي اهم. همر بالإبرة في الاتنين سلسلة اللي انا كنت باخدهم فراغ في الكورنر او في الزاوية. هعمل عقدة البداية، هسحب الخيط، هقفل عليه بسلسلة. طبعا شرحنا طريقة التشبيك لسه من شوية، طريقة تشبيك الوحدات مع بعض، وقلت لك ان احنا هنتبع نفس الخطوات في باقي الجاكيت بالكامل وباقي الوحدات. نزلت كده في نص الغرزة، هسحب خيط من هنا واسحبه من الحلقة اللي معايا على الابرة، وكده انا اشتغلت غرزة منزلقة. وهظبط الاعمدة بتاعتي كده قدام بعض، الثلاث اعمدة دول بتوع الزاوية قدام الثلاث اعمدة بتوع الزاوية اللي من الوحدة المقابلة. العمود اللي عليه الدور او الغرزة اللي عليها الدور هنزل في منتصف حرف الفي، بسحب خيط واطلع واشتغل منزلقة. الغرزة اللي قدامها على طول اللي عليها الدور هنزل في منتصف حرف الفي واعمل منزلقة. الغرزة دي اللي قدامي هنزل في منتصف العمود واشتغل منزلقة. العمود اللي قدامه على طول هنزل في منتصف الغرزة واشتغل منزلقة. اخر عمود معايا في الكورنر هنزل في نص الغرزة بالشكل ده واشتغل منزلقة. العمود الاخير برضو في الوحدة المقابلة هنا هنزل في منتصف الغرزة واشتغل منزلقة. دلوقتي جيت عند الفراغ السلسلة، هنزل في السلسلة اللي انا كنت باخدها كفراغ واشتغل منزلقة، والسلسلة اللي في الوحدة اللي قدامها على طول برضو هنزل في منتصف الغرزة واشتغل منزلقة. وبعدين هيقابلني العمودين دول، اول عمود سلسلة اول عمود، هنزل في سلسلة اول عمود واشتغل منزلقة، واروح على العمود اللي قدامه على طول في منتصف الغرزة هنزل اسحب خيط واشتغل منزلقة. العمود رقم 2 منزلقة، وسلسلة العمود اللي قدامه على طول سوري بنفس الطريقة دي واشتغل منزلقة. شايفين قد ايه في
تناغم كده وانسجام في الغرز والتشبيك، وهتحسي انه القطعة بتاعتك يعني شكلها جميل جدا ورائع في التشبيك. وقد ايه الشغل لما بيكون مظبوط بيحسسك ان انتي فعلا ناجحة في شغلك وبروفيشنال في تقفيل القطعة بتاعتك. بنفس الطريقة هحط ماركر هنا وماركر هنا للجانب التاني، الجانب الايسر للجاكيت، وهشبك بنفس الطريقة. هوصل خط الكتف ده وخط الكتف اللي قدامه، وهنرجع علشان نشبك الكم. تمام كده حبايبي، انا انتهيت من تقفيل خط الكتف. الجاكيت وصل معايا لحد كده، دي القطعة اليمين والقطعة اليسار، وقفلت خط الكتف بالشكل ده وخط الكتف التاني. وزي ما اتفقنا انه الجاكيت عندنا هنا ما فيهوش اي حردات ولا حرف في، حرف 7 من قدام، ولا حردة ابط، ولا اي حاجة خالص. مجرد انك بتحطي القطع فوق بعضها وهتشبكي، وما تقلقيش خالص في اللبس، بيبقى في منتهى الشياكة والجمال، وانتوا اكيد شفتوه في الانترو بتاع الفيديو. عندي هنا دي قطعة الكم، اتفقنا ان هي بتحتوي على 9 وحدات، 3 بالطول و3 بالعرض. هفرد قطعة الجاكيت بقى كده قدامي عند خط الكتف هنا عند التشبيك اللي انا شبكته ده، عند خط الكتف بالظبط بحط ماركر، وقدامه بالظبط في منتصف الوحدة دي هحط ماركر. يعني انا لو جيت طبقت قطعة الكم دي، طبعا احنا متفقين ان هي 3 وحدات، فلو طبقت القطعة كده هيديني قطعة ونص هنا وقطعة ونص في الطرف التاني. تمام، ضروري انه يكون منطقة الوصل عندك هنا مقابلة لمنطقة الوصل. عايزة احدد غرزة السنتر، علشان كده بطبق القطعة معايا. خلي الأعمدة بتاعتك قدام بعض والفراغات بتاعتك قدام بعض، وهتقدري بكل سهولة تحددي غرزة السنتر. وهحط ماركر هنا في غرزة السنتر، وبنفس الماركر ده اوكي هشبك قصاده منطقة خط الكتف اللي انا وصلتها، اللي هي دي. بنفس الماركر هجيب الطرف ده معايا كمان اللي هو خط الكتف. تمام، والخياطة عندي هتكون هنا، او منطقة الوصل هتكون هنا. تمام، كمان هنا هحدد منطقة طرف الكم. هنا انا عندي الزاوية بتاعت الكم هخليها مقابلة للغرزة اللي قدامها على طول، اللي هي نص الوحدة اللي موجودة في الجاكيت هنا، وكمان في الطرف التاني. طبعا دي هتاخد 1.5 من هنا، ودي هتاخد 1.5 من هنا. تمام، اتمنى تكون المعلومات واصله لكم وطريقة التشبيك واضحة قدامكم. انا هاجي على منتصف الوحدة دي، شايفين الوحدة اللي انا هحط فيها الماركر دي منتصف الوحدة بالظبط، وهاخد معاها الكورنر بتاع الكم. اوكي، يبقى انا برضو عندي هنا شبكت 3 وحدات من هنا مع 3 وحدات من الكم. تمام، بالشكل ده هبدأ بقى اشبك منطقة الكم في منطقة الجاكيت. هجيب الخيط، هلف القطعة بقى كده علشان تبقى على عجلة ايدي، وهبدأ اوصل القطعتين مع بعض من الماركر ده للماركر ده. هتني القطعتين كده على بعض، همر بس بالإبرة من الغرزة دي عشان ما تتوهش مني. هعمل عقدة البداية واسحب الخيط من الغرزة كده. بعد كده بقى هبدأ اشيل الماركر، هرتفع الاول سلسلة، هشيل الماركر، وبنفس خطوات التقفيل اللي احنا اتفقنا عليها وشرحناها ووضحناها قبل كده، مفيش اي اختلاف. غرزة من هنا من منتصف الغرزة وهشتغل منزلقة، وهمر في منتصف الغرزة للوحدة اللي قدامي وهشتغل منزلقة بالشكل ده. حاول اظبط بس الطرفين على بعض كده. دايما كل غرزتين او 3 اظبطي شغلك، علشان احيانا بيبقى قطعة بتجري منك او بتسبق القطعة التانية، فهتحسي ان انتي مش ظابطة شغلك، فبدل ما ترجعي تفكي تاني حاولي كل غرزتين او 3 تظبطي شغلك قدام بعض كده. غرزة منزلقة من على الطرف ده، وغرزة منزلقة من على الغرزة اللي قدامها على طول. في منتصف الغرزة انا بمر بالابرة
في منتصف حرف الفي وهياخد منزلقة. الغرزة التانية هياخد منزلقة. اوكي، غرزة من هنا وغرزة من هنا، وهتشتغلي غرزة منزلقة. همر كده في منتصف الغرزة، بسحب خيط واطلع واشتغل منزلقة الغرزة اللي قدامها على طول. اوكي، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وحابه اوضح لك بس نقطه، انه القطعه اللي انا بشبكها دلوقتي دي مش ضروري انه الاعمده تكون قدام بعض بالظبط زي ما وريتك في بقيه القطع، لان طبعا انا شغاله الكم على 3 وحدات بس كعدد فردي، ومقابلها اخدت 3 وحدات بس مش بشكل منتظم من على البلورو او الجاكيت، فمش ضروري ان الوحدات تكون مقابله لبعض بالظبط. لانه طبعا عدد الكم فردي وعدد باقي الوحدات زوجي. اهم حاجه يكون كل غرزه بس يعني مقابله للتانية، مش لازم عدد الغرز يكون مظبوط، اهم حاجه يكون شكل منتظم بتاع القفل عندك او بتاع الوصل. اوكي، فبنفس الطريقه هكمل تشبيك الكم، وكمان هروح على القطعه المقابله ونفس الخطوات اللي عملتها في الكم ده برضو هركب الكم التاني، و هظبط شغلي بالماركر وهقفل القطعتين مع بعض، الكم منطقة الكم في الجاكيت، وبعد كده هنرجع نقفل الخط اللي بيكون هنا في الكم من اسفل تحت منطقة الابط وباقي الجاكيت. خلاص كده حبايبي، انا وصلت او شبكت الكمين مع بعض. دي منطقة الكم اللي كنت بشبكها معاكم، شبكت بنفس الطريقة. ده خط الوصل عندي اهو مش باين خالص، وكمان اتبعت نفس الخطوات. دي منطقة الامام والخلف اهو، سوري، دي منطقة الجزء الايمن والجزء اليسار. وهنا وصلت منطقة الكم التاني بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. كده تقريبا بدأ شكل او معالم الجاكيت يوضح معانا. دول ال3 وحدات اهم اللي هم الخاصين بالكم. هنبدأ نعدل بقى الجاكيت ونحط القطع مع بعض كده. اي زيادة عندي او اي فتلة هشوفها هبدأ اتخلص منها. ده عندي شكل الجاكيت وده شكل الكم اهو. لسه طبعا هنعمل اساور للكم علشان منطقة الكم واسعة عندنا زي ما احنا شايفين اهو. هنبدأ نضمها وهنعمل منطقة المعصم كده او اسورة صغيرة للكم. كل اللي هعمله دلوقتي اني هبدأ اوصل منطقة الكم من خط الابط ومنطقة جانب الجاكيت بالشكل ده. اهم حاجة انك تحطي القطعتين على بعض وتظبطي شغلك كده بالظبط، الكورنرات على بعضها والاطراف على بعضها. طريقة الوصل عندي هتكون كده، بداية من هنا مرورا بمنطقة تحت الابط لحد نهاية الجاكيت من تحت. هثبت القطع بتاعتي بالماركر. هجيب الماركر مهم جدا في شغل الجاكيت ده، ما تستغنيش عنه خالص لانه بيظبط لي القطع قدام بعض بالظبط. الكورنر لازم يكون على الكورنر كده بالظبط، وهنا كمان منطقة تحت الابط الزاوية دي احط فيها ماركر، وقدامها الزاوية التانية لطرف الكم التاني، وماركر في بداية الكم. اوكي بالشكل ده، وهبدأ اشبك المنطقة دي كلها بنفس الطريقة عشان وقت الفيديو ما يطولش مننا قوي. لازم منطقة الوصل بتاعت الوحدة دي تكون قدامها منطقة الوصل بتاعت الوحدة المقابلة. هنا شايفين خط الوصل ده اللي هو وصل القطعتين مع بعض، لازم يكون مقابل بالظبط لخط الوصل اللي قدامه بالظبط بالشكل ده. وهحط ماركر هنا يمسكهم هما الاتنين مع بعض، يثبت لي القطعتين قدام بعض بالظبط. برضو هنا دي منطقة الخط الوصل اللي انا وصلت بيه القطعتين، هحط فيه ماركر
والخط اللي قدامه منطقة تشبيك الوحدتين برضو هحط ماركر كده. انا امنت نفسي واتأكدت ان الوحدات تيبيكال بالظبط، مطابقة لبعض وقدام بعض بالظبط. تمام بالشكل ده. وكذلك برضو في الجهة المقابلة هعمل نفس الطريقة اللي عملتها هنا، وهشبك شغلي والوحدات بالماركر، وهبدأ اجيب الخيط وهشبك بنفس الطريقة المعتادة اللي احنا خلاص بقى عرفناها وحفظناها. هشتغل معاكم بس غرزتين 3 كده علشان وقت الفيديو، وبعد كده هشبك باقي القطعة لوحدي. هعمل عقدة البداية، بسحبها من الغرزة بقفل عليها بسلسلة، بجيب الغرزة المقابلة من الوحدة المقابلة هنا، همر في السلسلة اللي كنت باخدها فراغ للكورنر وهشتغل منزلقة. هحط الوحدتين على بعض كده بالظبط بحيث يكون الأعمدة متقابلة والفراغات متقابلة كده بالشكل ده. 3 أعمدة دول قدامي قدام ال3 أعمدة اللي في الوحدة المقابلة على طول، والفراغات برضو هنا مقابلة لبعض اهو زي ما هو واضح. سلسلة أول عمود همر من منتصف السلسلة وهشتغل منزلقة، هروح لمنتصف السلسلة اللي قدامها على طول واشتغل منزلقة، والسلسلة دي همر في المنتصف واشتغل منزلقة، وسلسلة العمود اللي قدامها على طول وهشتغل منزلقة، وهكمل شغلي بنفس طريقة الوصل اللي احنا شايفينها دي على مدار الكم بالكامل. وهنزل برضو اقفل الوحدتين او الطرفين بتوع الجاكيت من منطقة الجنب. كمان هقفل منطقة الكم التاني، وبرضو هستعين بالماركر وهتبع نفس الخطوات. هحط ماركر قدام كل وحدتين مع بعض، اشبكهم مع بعض، والكورنرات قدام الكورنرات، وهظبط شغلي كده وهقفل كل القطعة دي الكم بمنطقة الجناب الجاكيت، وهنرجع نشتغل مع بعض الاسورة. تمام كده قفلت اجزاء الجاكيت وسديت الجوانب وصلتها مع بعض، ومنطقة تحت الإبط الخاصة بالأكمام، ومنطقة جانب الجاكيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. قفلت الطرفين. دلوقتي مش باقي معايا غير اني هشتغل اسورة حوالين الكم زي ما احنا شايفين. فتحة الكم عندي واسعة زي ما احنا شايفين. هبدأ استعمل ابرة اصغر شوية، استعمل ابرة مقاس 4، انا كنت شغالة الجاكيت معاكم بابرة مقاس 4.5، فصغرت الابرة نص درجة، وده لانه انا عاوزة منطقة الاسورة تبدأ تضم معايا وتديني شكل المعصم، لانه فتحة الكم زي ما احنا شايفين كبيرة بالشكل ده، فعشان كده لازم نستعمل ابرة اصغر. هجيب طرف الخيط، هعمل عقدة البداية وهشتغل دور من غرز الحشو. هنحدد بس الاول مكان الاسورة. اوكي، فداخل كل غرزة هشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها على طول هنزل تحت حلقتين الغرزة كده بشكل عادي، وهشتغل غرزة حشو. كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو، وده بالنسبة لي هيكون سطر برواز او اطار لفتحة الكم علشان ابدأ اشتغل غرز البليسيه على منطقة الاسورة. كمان حددي بالماركر اول غرزة بدأتي بيها من غرز الحشو علشان ما تتلخبطيش. هكمل غرز حشو على مدار الكم كله لحد ما اوصل لمكان الماركر. اوكي حبايبي، خلاص كده اشتغلت غرزة حشو ودور كامل من غرز الحشو حوالين فتحة الكم. هشيل الماركر وهقفل بغرزة منزلقة هنا في اول غرزة حشو بدأت بيها. اوكي بالشكل ده. حسينا اني منطقة الاسورة بدأت تضم شوية، هبدأ اشتغل بقى بغرز البليسيه، بس برضو الاول هأسس لنفسي دور من غرز العمود بلفة. انا ارتفعت كده 2 سلسلة هنا، دول مش هيتحسبوا معايا من ضمن العدد. هلف الخيط على الابرة وهشتغل غرزة عمود بلفة، وهلف الخيط واروح للغرزة اللي بعدها على طول، غرزة الحشو اللي بعدها. احنا خلاص اسسنا لنفسنا دور من غرز الحشو علشان اشتغل بعد كده بشكل منتظم.
هشتغل عمود بلفة، والعمودين التانيين هشتغلهم تناقص. زي ما احنا شايفين انا عملت تناقص في غرزتين عمود جنب بعض. وبرضو الغرض من الخطوة دي اني محتاجة انه منطقة الاسورة تبدأ تضم اكتر معايا. هلف الخيط على الابرة، الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل غرزة عمود بلفة واحدة بس. بعد كده الغرزتين اللي جنب بعض دول هشتغلهم تناقص. هلف الخيط، هروح على الغرزة اللي عليها الدور هنا، هشتغل نص العمود بس، يعني هخرج من حلقتين وهسيب الحلقتين التانيين معايا على الابرة. هدخل في العمود اللي بعده اسحب خيط والف الخيط على الابرة واخرج من حلقتين. كده اتبقى معايا 3 حلقات على الابرة، هلف واخرج منهم كلهم مرة واحدة. يبقى انا كده تناقصت في غرزتين جنب بعض. الغرزة اللي بعدها هتكون عمود عادي، الغرزة اللي بعدها هتكون تناقص في غرزتين جنب بعض. هشتغل عمود ومش هكمله للاخر، والعمود التاني مش هكمله للاخر، وبعدين هلف الخيط على الابرة واخرج من كل الحلقات. برضو هحط هنا الماركر بتاعي في اول غرزة بدأت بيها عشان ما اتلخبطش، وهستمر بنفس التكنيك ده لنهاية الراوند. غرزة عمود فرداني واحدة، واللي بعدها تناقص، غرزة واحدة واللي بعدها تناقص، وهلف داير ما يدور لحد ما اوصل لمكان العلامة، وهنلاقي ان الكم بدأ يضم معانا. هشتغل الدور كله بالكامل لحد ما اوصل هنا ونرجع. هبدأ اشيل العلامة بقى دلوقتي وهقفل بغرزة منزلقة. انا وصلت كده خلاص لنهاية الدور. هشيل العلامة، هقفل هنا بغرزة منزلقة، وكده بدأ الكم يضم معانا اكتر. شايفين فتحة الكم بدأت تضم معانا اكتر، ولسه كمان لما نشتغل غرز البليسيه علشان تكون على قد الاسورة بالظبط. ارتفعت 2 غرزة سلسلة مش محسوبين معانا من ضمن العدد. اول غرزة هشتغلها عمود امامي، اوكي. الغرزة اللي بعدها برضو هتكون عمود امامي، اللي هو عندي العمودين اللي انا عملت فيهم او تناقصت فيهم اخدهم هما الاتنين برضو مع بعض، لان هما اصبحوا خلاص غرزة واحدة او عمود واحد. الغرزتين اللي بعد كده هيكونوا عمود خلفي او بريد خلفي. العمود اللي عليه الدور او الغرزة اللي عليها الدور عمود خلفي، الغرزة اللي عليها الدور برضو عمود خلفي. يعني انا بشتغل 2 و2، 2 عمود امامي جنب بعض، وبعدين 2 عمود خلفي جنب بعض. اوكي، الغرزة اللي عليها الدور دي عمود امامي، الغرزة اللي بعدها على طول برضو دي عمود امامي، الغرزة اللي بعد كده عمود خلفي، والغرزة اللي جنبها على طول برضو عمود خلفي. يبقى انا كل اللي بعمله بشتغل 2 عمود امامي و2 عمود خلفي، 2 امامي و2 خلفي جنب بعض، وهستمر بنفس الطريقة لنهاية الدور. تمام كده حبايبي، وصلت لنهاية الدور. هروح على ال2 سلسلة من سلاسل الارتفاع دول اللي انا بدأت بيهم السطر، وقلت لك ان هما مش هيتحسبوا معانا من ضمن العدد. انا اخر غرزة لقيتها عندي عمود واحد بس، فاشتغلته عمود واحد بس امامي، مفيش مشكلة. يعني لو ما تبقاش معاكي على اخر الراوند غرزتين فاشتغليها غرزة واحدة بس، سواء امامي او خلفي مفيش اي مشكلة. هبدأ ارتفع 2 سلسلة عشان اسس دور جديد. هلف الخيط على الابرة. الامور دلوقتي معايا واضحة جدا. كل اللي هعمله اني فوق الاعمدة الامامية هشتغل اعمدة امامية، وفوق الاعمدة الخلفية هشتغل اعمدة خلفية. هنا هيقابلني في اول السطر 2 عمود امامي، هشتغلهم برضو 2 عمود امامي فوقيهم بالظبط. ده تاني عمود امامي. العمودين اللي بعد كده هشتغلهم بطريقة خلفية. هلف الابرة من خلف الشغل بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهشتغل عمودين خلفيين. تمام، وهحط الماركر برضو عشان ما تلخبطش. العمودين اللي عليهم الدور هيكونوا 2 عمود امامي، وهستمر بنفس الطريقة
لحد ما اوصل للماركر هقفل بغرزة منزلقة وارجع اسس دور جديد واشتغل دور جديد. وهشتغل بنفس الطريقة حوالي 4 أو 5 سطور. هلاقي انه منطقة الاسورة او منطقة معصم اليد بدأت تضم معايا وتاخد شكل على اضيق. هكمل باقي السطور وكمان هشتغل الكم التاني بنفس الطريقة. هأسس لنفسي دور من غرز الحشو وبعد كده دور من غرز الأعمدة بلفة، عمود وبعدين تناقص، عمود وبعدين تناقص على منطقة الكم التاني هنا. وبعدين هشتغل برضو 5 راوندات من غرز البليسيه ونرجع نشوف شكل الأساور بتوع الأكمام بقى عامل ازاي معايا. تمام كده حبايبي، وخلصت منطقة الاسورتين وبقوا معايا بالشكل ده بعد ما اشتغلت 5 سطور من غرز البليسيه. شايفين شكل الاسوره ضمت معايا ازاي علشان تمسك على الايد اثناء اللبس. شكلها حلو جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ودلوقتي هبدأ اشتغل سطور برضو على فتحة الجاكيت نفسه من غرز البليسيه، داير ما يدور مرورا بمنطقة الرقبة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبدأ برضو بتأسيس دور من غرز الحشو. هاجي من هنا من على منطقة الشمال وهبدأ من الكورنر، همر بالإبرة هسحب طرف الخيط. هعمل الأول عقدة البداية خلف الشغل وهقفل بسلسلة في نفس المكان اللي أنا موجودة فيه. هشتغل غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها على طول غرزة حشو. اوكي، الغرز باينة وواضحة قدامي جدا اهو. كمان في فراغ السلسلة ده اللي كنت باخده هشتغل فوقيه برضو غرزة حشو، وهفضل مستمرة هشتغل بغرز الحشو داير ما يدور حوالين فتحة الجاكيت كله. اوكي، بنفس الطريقة دي لحد ما اوصل للطرف التاني للجاكيت. خلصت الدور من غرز الحشو وده شكلها من قريب. بروزت لي القطعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اوكي، هبدأ ارتفع ب2 سلسلة، مش هعتبرهم معايا من ضمن العدد، مجرد ارتفاع بيظبط لي السطر بس. هلف الشغل بالشكل ده. هبدأ اشتغل اعمدة بلفة كتأسيس لغرز البليسيه اللي انا هشتغلها في الراوند اللي بعد ده. كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة عمود بلفة. انا اشتغلت في نفس مكان الارتفاع ال2 سلسلة لان احنا اتفقنا ان ال2 سلسلة مش هيعتبروا او مش هيتحسبوا معايا من ضمن العدد، علشان كده اشتغلت في نفس المكان غرزة عمود. الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة. فوق كل غرزة حشو من السطر السابق هشتغل غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة وبرضو لحد ما اوصل للطرف التاني للجاكيت. تمام كده، خلصت دور كامل من غرز الأعمدة بلفة زي ما احنا شايفين. كل سطر بيظهر لي جمال الشغل اكتر. هرتفع 2 سلسلة وهلف الجاكيت بالشكل ده. هبدأ اشتغل غرز بليسيه، هلف الخيط على الابرة. طبعا ماليش دعوه بارتفاع ال2 سلسله اللي فوق بعض دول، كل سطر برتفع 2 سلسله. انا هبدأ شغلي من العمود ده وهشتغله عمود امامي. العمود اللي بعده على طول برضو عمود امامي. العمودين اللي جنب بعض اللي عليهم الدور دول هيكونوا اعمده خلفيه. هتبع نفس الطريقه اللي اشتغلتها على منطقه الاسوره. كنت بشتغل 2 عمود امامي و2 عمود خلفي. ده عمود امامي، اللي جنبه برضو كمان عمود امامي، العمود اللي بعده عمود خلفي، والعمود اللي بعده برضو هشتغله عمود خلفي بنفس الطريقة. يبقى كل اللي هعمله هشتغل 2 عمود امامي جنب بعض، 2 عمود خلفي جنب بعض، 2 عمود امامي، 2 عمود خلفي، وهكذا على مدار منطقة المرد او فتحة الجاكيت مرورا بالرقبة لحد الطرف التاني. هشتغل حوالي سطرين كمان وهنرجع نشوف الشكل النهائي للجاكيت. تمام كده، خلصت منطقة المرد بالكامل واشتغلت سطرين زي ما وضحت، وهو ده بقى شكله منظم جدا، شكله حلو قوي. الخطوة اللي بعد كده هبدأ اشتغل بقى تحت على منطقة اسفل الجاكيت، وهشتغل برضو سطور من غرز البليسيه
بس الاول بأسس لنفسي دور من غرز الحشو، وبعد كده بشتغل عليه دور من غرز الاعمدة، وبعدين بشتغل غرز البليسيه. هبدأ من هنا من طرف الجاكيت، لسه بستعمل الابرة رقم 4 ما غيرتهاش. تمام بالشكل ده. هجيب طرف الخيط، هعمل عقدة البداية واسحبها من الغرزة اللي معايا على الابرة. برتفع بسلسلة في نفس المكان اللي انا موجودة فيه، هشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل غرزة حشو. بشتغل على مسافات متساوية علشان الغرز عندي مش محددة، لحد ما بوصل بقى للغرز المرتبة او المنظمة، وبشتغل فوق كل غرزة بغرزة حشو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهكمل شغلي مرورا بمنطقة اسفل الجاكيت بالكامل على مدار القطعة كلها لحد ما بوصل للطرف التاني من الجاكيت. همر القطعة دي كلها على مدار فتحة الجاكيت من اسفل لحد ما اوصل للطرف التاني. هشتغل برضو على منطقة البليسيه من غرز الحشو. بعد كده برتفع ب2 سلسلة وبقلب الشغل. بشتغل دور تأسيس من غرز الأعمدة بلفة علشان أسس لنفسي. أشتغل دورين بعد كده من غرز البليسيه فوق الأعمدة بلفة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها منطقة الكم، فتحة الكم اللي هي منطقة الإسورة، وكمان بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها المرد ده اللي احنا شايفينه. هشتغل دور كمان من غرز الأعمدة بلفة ودورين من غرز البليسيه، ونرجع نشوف الشكل النهائي للجاكيت. تمام حبايبي، اشتغلت دورين من غرز البليسيه زي ما وضحت، وخلص معانا الجاكيت بتاعنا النهاردة. هو ده شكل القطعة من تحت. اشتغلت 3 أدوار أو 3 سطور يعني من غرز البليسيه. اتمنى انه يكون شكل الجاكيت النهاردة عجبكم والشرح يكون واضح وبسيط. اتمنى تستفيدوا من الفيديو، كمان تنفذوه وتكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتس. وكمان بتمنى منكم لايك للفيديو اللي دايما بيدعمني وبيرفع الفيديو. هو ده شكل الجاكيت النهائي. بشكركم جدا في نهاية الفيديو، وبشكر كل حد كتب لي تعليق يسعدني. بشكركم من كل قلبي. استنوني ان شاء الله في فيديوهاتي القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.